حقيقي من المكاسب الكبيره قوي للزمالك وبيراميدز في الدوري المصري وسيراميكا كمان ان ده ما بيقفش في الدوري المصري. الواد عنده ردة فعل للامانه، حارس كبير قوي للامانه، ومش بحسد يعني، لا مش بحسد، بس تخيل معايا كده مثلا لو شوبيري اللي كان واقف في الجون بتاع البنك الاهلي بتاع مصطفى شلبي كانت هتخش فيه كده زي ما دخلت في الشناوي النهارده. حرفيا لولا مصطفى شوبير كان الاهلي خسر 3 4 مستريح، كان والله خساره كانت ممكن تبقى فضيحه للاهلي. مصطفى شوبير حرفيا شايل مثلا بتاع 3 4 كور اهداف، غير الكور الخطيره اللي هي كانت جنب العرض والكلام ده. الراجل ده بجد يبقى ما بيلعبش في الدوري المصري او ما بيلعبش في ماتشات الدوري المصري، فهي دي استفاده كبيره قوي. يعني انا نفسي الاهلي يفضل ما يلعبوش بجد، الامانه كان عامل ماتش كبير قوي. انا على المستوى الشخصي بحب شوبير جدا، لعيب محترم وابن ناس كده ومتربي بجد. اي لعيب بحبه، بحب ان انا لما اشوف مستواه كويس اطلع اتكلم عليه كويس، ماليش دعوه بقى بيلعب في انهي حته. اللعيب اللي بحبه واللي بحسه لعيب محترم وبيحترمنا انا بشيله فوق دماغي. حقيقي مصطفى شوبير في ماتش النهارده بامانه يستاهل التحيه بامانه. والاهلي كده بالنتيجه دي خلاص ضمن الصعود لدور الثمانيه. هو كان كل اللي محتاجه من الماتش ده نقطه، ومصطفى شوبير قدر يجيب للاهلي النقطه ديت. بعيدا بقى عن اي حاجه، الاهلي النهارده بجد كان محظوظ قوي قوي قوي. الاهلي النهارده قدم ماتشات يعني من اوحش الماتشات اللي لعبها في دوري ابطال افريقيا ممكن اقول لك يعني عبر التاريخ. الاهلي ما عملش اي حاجه النهارده، زي ما قلت لك في بدايه الفيديو، والراجل ده هو اللي كان شايل كل حاجه، هو اللي كان شايل الاهلي حرفيا.